الأهلي يقسو على حرس الحدود بخماسية ويقترب من بيراميدز المتصدر، ليصبح الفارق نقطة في حالة عدم خصم الثلاث نقاط، وبأربع نقاط في حالة خصم النقاط، ويصدر الضغط على بيراميدز ليعود إلى المنافسة. الأهلي بعد هزيمة بيراميدز النهاردة من فاركو، بقول شكرا فاركو. وهنعد الجمال يا عم. الأهلي النهاردة بيرجع من ريحة الأهلي اللي احنا نعرفه، بيرجع للسهل الممتنع، بيرجع لعدم الفلسفة، رغم ان برضو إمام بيتفلسف، رغم ان بن شرقي شوية بيتفلسف، ولكن فلسفة مقبولة مادام الأهلي بيجيب اتنين وتلاتة وأربعة وبيوصل للهدف الخامس برضو. ولكن السهل هو في كل الخمس كرات، السهل هو اللي جاب الجول. كورة هنا يا اخوانا، والله الكورة مش هنا بس، مش هنا بس، كورة هنا والله. يعني الأهلي بقى شكل تاني مع وجود فوقان مروان عطية. أولا يا جدعان، مروان عطية بيفرق في نص الملعب بصراحة، بيودي الأهلي في حتة تانية. نمرة اتنين السولية برضو كان كويس. نمرة تلاتة قفشة يا جدعان، أنا نفسي في لاعب زي قفشة، بعقل قفشة بس بسرعة إمام. هي دي اللي نفسي فيها. يا ترى ده بالرمضان هو اللي هيعمل لنا دي؟ بصراحة قفشة عنده كورة، عنده كورة، بس للأسف البطء بتاعه هو اللي حاربنا من متعته. إنما بما يرضي الله، قفشة مع الفرق دي بيعمل فارق. إنما في الفرق السريعة كرويا بصراحة بتبقى صعب عليه الموضوع، ولو إنه برضه بيمسك كورة برضه، بس يعني أنا بشوف إن هو بيبقى بطيء شوية في وقت بنحتاج فيه للسرعة. امام عاشور، نفسي تفكر في الاسيست اكتر من الجول. نفسي تفكر والله انت احسن لعيب في مصر، بس نفسي تفكر في الاسيست اكتر من الجول، هتبقى اسهل واريح. مروان عطية جات له الكرة في الهدف التاني على طول عرضية، السهل الممتنع، راح الجون خلاص. طاهر بيلعب الراجل على قد امكانياته، فبيبقى احسن منك في الشكل. انما نقعد نرقص واحد واتنين ونفكر في الشوط ونفكر وهنا وهتيجي منين ايه. الكرة سهلة والله، والله الكرة بالعقل، بالعقل هتبقى في حتة تانية غير اللي انت فيها يا ابني والله. ولكن شغل عقلك شوية، ابوس على ايدك وفكر في الاسيست اكتر منه الجول. محمد صلاح كان دايما بيتقال عليه اناني، وبيتقال عليه بيفكر في نفسه وبتاع. لما بيفكر في زمايله وبيفكر في الاسيست بقى بيجيب الجول، وبقى بيعمل الاسيست، فبقى هو نمبر 1 زي ما بيقولوا. فانت فكر في دي وفكر في دي، مش كل واحدة عايز تروح وتشوط وعايز ترقص واحد واثنين وتلاتة واربعة وتخش جواهم. حلو، بس زي ما بقولك فكر في صانع الألعاب، دايما هو اللي بيودي الناس، مش هو اللي بيروح. انت نعم بالطريقة الجديدة واللعب الجديد انما هو يعني بصراحة ده شغل عفياجية. انا اتمنى تلعب بدماغك شوية والله. قفشة وعلي معلول، علي معلول بيدينا، بص بيدينا اللي هو برضه بيقول لك زي ما بقول لك بيلعب بمخه، بيلعب بعقله. السهل الممتنع بيخليك اسيست، بيعمل اسيست واتنين، ولكن لم يوفق. والكرة اللي كان هيعملها امام عاشور، اللي عملها امام عاشور للشحات، كان هو اللي هيعملها برضه. ليه؟ شغال بعقله، تحركات مثالية. هو الفكرة في الكورة تحركات وعقل، تحركات وعقل. أتمنى إن الأهلي يستمر على اللي هو فيه. النهاردة الأهلي بصراحة عمل جيم كويس، كأن تقسيمة النهاردة كان موجود بصراحة بطريقة حلوة وجميلة، عجبتنا كلنا أعتقد. وأتمنى من ربنا إن شاء الله الدوري في الجزيرة بإذن الله على إيد الزمالك لما يتعادل أو يكسب بيراميدز إن شاء الله.
اتمنى لك تفوز على بيراميدز زمالك، ومستنيكم ان شاء الله في اخر ماتش باذن الله، وانتوا بتقولوا لنا الدوري في الجزيرة. السلام عليكم. وبص بقولها لكم من دلوقتي، حاسس ان هو دوري سيد عبد النعيم، هو ما اعرفش كان بتلعب انبي ده اللي هو اللي اتاخد مننا، حاسس ان هو نفس الدوري ده هيحصل معانا احنا ان شاء الله باذن الله، الدوري في الجزيرة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم بإذن الله، ولايك وشير لأخوك وحبيبك مصطفى، وادعموا علشان الناس تشوف الفيديو بتاعنا إن شاء الله.